كل شي سمع مؤخرا بواحد الفضيحة اللي هزات الجامعة المغربية، وبالضبط كلية الحقوق في جامعة بن زهر في أكادير. كنهضروا على الأستاذ أحمد قيلش اللي تحط تحت الحراسة النظرية ومن بعد تقرر يتعتقل احتياطيا بقرار من قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف ديال مراكش في ملف كبير كيهم الاتجار في الشواهد والدبلومات مقابل الفلوس. القضية ماشي جديدة، حيت هاد الأستاذ سبق وتفار عليه الجدل في 2013 بسبب اتهامات بالتحرش بالطالبات، واللي كانت واحدة منهم قالت كلام مؤلم في ندوة صحفية، ووصت فيه كيفاش الأستاذ استعمل النبطة وسلطته في القسم باش يضغط عليها وهددها لأن رفضات ترضخ ليه. واليوم بعد مرور أكثر من 10 سنين رجعت نفس الأسماء ونفس الممارسات، ولكن هذه المرة بتوأم أخطر اللي كتقيس مباشرة النزاهة ديال التعليم العالي في المغرب. باش نفهموا موقف الجامعة من هذا الشيء غادي نسمعوا دابا تصريح السيد مسؤول في جامعة بن زهر. نسمعوا التصريح ديالو ونرجعوا لكم. وفي الحق هذه مسألة خطيرة جدا من تكون المستوى ديال المؤسسات العلمية الأكاديمية يوقع فيها هذا الخرق. هذا أستاذ تبيع الشواهد ديال الماستر في واحد التخصص اللي هو حقوقي قانوني، اللي واحد المجموعة منه اللي تياخذوا هذه الشواهد قد لا أقول بأنهم لهم كفاءات وأنهم تيشريوها من أجل المناصب ديال الدولة في الداخلية ولا غيرها. لأن هذا أولا لأن الإعلام الغربي نشر هذا الخبر، كثير من القنوات اللي هي الدولية نشرت هذا الخبر، معناه بأن الجامعة المغربية في خطر. ما كانت بين الجامعات العالمية الدولية ما بقات تسوى والو ملي تسمع راه أستاذ. لأن مع احترامي واحد المجموعة ديال الأساتذة اللي هم نبهاء لأنهم في المستوى العالي لا ينبغي احترام أولا وقبل كل شيء هو الأساتذة. هذا يمكن نقولوا هذه الحتالة غادي توسخ الجامعة كلها والأساتذة الأكاديميين. هذا صعب جدا. يبقى دائما أن نعطي الجامعة قيمتها العلمية والمصداقية ديالها، هذا خرقها صحيح جدا. ولكن كاين اساتذه اكفاء اللي هم مشهود لهم بالعلم وبالاكاديميه في العالميه في الجامعات الدوليه وهم زائرين لها، ولكن تتنقص من القيمه ديال الجامعه ومن مصداقيتها. كيف يعقل ان الشواهد تباع؟ واحد رجع قال القاضي ولا رجع وكيل الملك ولا رجع كاتب عام ولا رجع قيد ولا تسمع هذه الاسماء هذه ما نقدروش نخدشوا فيهم. حنا في هذا المسار الحالي اللي كاين السيدة تعاقبوه هو عند القضاء وهذا ياخذ فيه المجرى. احنا باقي تنتسناو القضايا، ولكن هذا واخا تحكم عليه بالاعدام. انا ما تهمنيش هو كشخص، ولكن شنو هي المقومات ديال المؤسسه العلميه، المؤسسه ديال التعليم العالي الاكاديمي، اش خصها دير من احتياط؟ راه فعلا ان الاستاذ الجامعي له من الصلاحيات ما ليس لوزير التعليم العالي وما ليس للعميد. لا يعقل العميد غادي تعيط عليه، راه مؤسسه هذاك. دابا القانون اللي كاين ان الاستاذ الجامعي تيدوز بمباراه، عنده الوثائق كلها مضبوطه تيدوز. فما غادي يشوف يدوز مجلس التاديب يدوز مجلس التاديبي، غادي يتحاسب. ولكن واش هو الذي يقرر في الطلبه العميد او الاساتذه تكون معها مشرفين. فمعنى عند هنا تنراجعوا واش الاستاذ تبقى له صلاحيات. فين كاين المشكل اللي خصنا ننتبهوا ليه هو ان الجامعه حاليا واش تعطي هذه الشواهد هذه باش يتوظفوا ولا باش يتكونوا علميا؟ اذا فين هي الكفاءات؟ ثالثا هو اللي صعيب لماذا هذا السيد هذا كان عنده ملفات سابقه ورجع؟ بل الادهى هو ان لماذا يشغلوا لنا بهذا الملف علما بان حكومه اخنوش غادا في واحد المسار ديال الفشل كبير في المغرب في واحد مجموعه ديال المستويات، وهذا الله تجبد ليه باش يشغلونا به. فعلا بانها قضيه خطيره جدا. الاستاذ الجامعي له صلاحيات كثيره ينبغي ان تضبط، ان تقيد وان تقوم، في حين ان بعض المرات راه انت ملي تكون عندك الاجازه وتتقلب على الماستر ما تتلقاهاش.
لان هذاك تيفتحها واحد الاسبوع وتيسدها وتيديروا ان عنده واحد 30 ولا 40 اللي غادي يدوز مع ماستر ديال سنتين او 3 سنوات، ما يبغيش شي واحد اخر. فلهذا ينبغي التقويم والتقييم لهذه المرحله ديال الجامعه، ديال المؤسسات العلميه اللي تخرج لنا النخبه اللي تكونوا هما القاده ديال البلاد. وهنا ينبغي اعاده النظر في هذه الامور هذه كلها، وتكون ينبغي احترام واعطاء المصداقيه للجامعه، لان هذا هو المخيف، هو انك من تكون عندك شي ورقه يقول لك عندك ورقه ما تسوى فمعنى لا ينبغي ان نهين صاحب الشهادات، ينبغي ان نقدره ونحترمه لان عنده شهاده قرا فيها وتعب وتكرفس. من تيجي واحد اخر تيشريها باطل بحال واحد باغي الريع تيقول لك لا عندي براك اعطيني دار، وواحد راه شراها نص الخلصه ديالو ديال 20 عام و 30 عام وتيخلص فيها باش يسكن. فلهذا لا ينبغي هنا تقزيم الشواهد، لا ينبغي تبخيس الجامعه، ينبغي الرجوع على السؤدد ديالها والقيمه ديالها، في حين ان هذا السيد انا ما تهمنيش تحاسب المثل لان غادي تحاسب هو عند القضاء، ولكن ينبغي شنو هو دارت الدوله، شنو دارت وزاره التعليم العالي، لان ينبغي عليها تقويم. ماشي غادي تقلب على دابا شكون اللي عطاك الشهاده كذا نراجعوا معك، واش هذا البوست ديالو كذا انتهى الكلام ما بينه وبينك، ما يمكنناش نحاسبوا هذوك اللي خذوا الشواهد. هذا هو السؤال اللي شفته المغاربه اليوم، قال لك بما ان هذا السي قايلاش غيتحاكم عند الناس عاطيهم هو واحد الشواهد. لا شوف ما نوصلوش لهذه الدرجه من القضاء، ما نخصوش من القضاء ولا من التعليم. احيانا كاين اللي عنده كفاءه علميه وما عندوش الشهاده، فهمتي. كاين كثير من العلماء اعرفهم لهم من العلم الزاخر وما عندهم حتى شي شهاده، في حين ان كاين تقريبا ناس حقوقيين وما دخلوش وفاهمين القانون مزيان، وبحكم تجربه انا باقي عاقل فيلم امريكي شفتو ان وحده شدوا لها اخوها مظلوم حكموا عليه وقيل بحكم قاسي ومشات تقرا في القانون كذا وكذا 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 باش ترجع محامي تدافع على اخوها. فمعنى بان ما نطيحوش من القيمه ديال المواطن ديال الطالب، فتبقى دائما طالب اللي عنده الشهاده ما يمكنناش دابا نتكلموا فيها. فضيحه الاستاذ قيلش ماشي غير قصه شخص تجاوز الحدود، ولكن مرآة كتورينا عقاب كبيره في النظام الجامعي، كيفاش كيوقع السكوت وكيفاش كيتحول المنصب الأكاديمي من وسيلة التكوين لسلاح للضغط والاستغلال. اليوم ماشي وقت الصمت ولا وقت المجاملة، اليوم خاص وقفة حقيقية من الإدارة، من الأساتذة النزهاء ومن الطلبة، باش نحافظوا على حرمة الجامعة وعلى قيمة الشهادة اللي كيتعبوا عليها آلاف الطلبة كل عام. اللي وقع ما خاصوش يتعاود، واللي تبت في حقه شي خرق بحال هكا خاصو يتحاسب قانونيا واكاديميا بلا تردد. الجامعات خاصها تبني ثقة جديدة مع الطلبة وتعتمد الشفافية في التوظيف، في التقييم وفي التحقيق. شنو رأيكم في هذا النوع من القضايا؟ واش كتشوفوا أن الحل كاين في القضاء بوحده ولا خاص إصلاح شامل في التعليم العالي؟ كتبوا لنا آراءكم في الكومنتات حيث الصوت ديالكم مهم. وإلا عجبكم المحتوى ما تنساوش ديروا لايك، تشاركوا الفيديو مع أصحابكم وتشتركوا في القناة باش يوصلكم جديد. كل مرة كنجيب مواضيع من الواقع اللي كيهمنا كاملين.